السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايلكم النهاردة بفيديو جديد ووصفة جديدة، بس مش من عندي، الحمد لله من عند جوزي. والحمد لله الواحد لو تعتمد على جوزها في المطبخ بيخليها دمار. تعالوا شوفوا عمل معانا ايه النهاردة. عمل لنا الصينية الحلوة دي. انا كنت الاول والله بيني وبينكم حزينة على ربع كيلو سمنة. ربع كيلو سمنة بلدي في الوقت دوت يعني كنز كبير. قلت له خلاص يا عم اشتغل. حط طبعا السميد في البولة، نص كيلو سميد عليه ربع كيلو سمنة. عمل ايه في السمنة يا جدعان؟ حطها على النار. هتقسمي الكمية يعني عشان كتيرة؟ طيب لحد كده متفقين. لا، حط السكر عليها، دوب السكر عليها ودوب السكر، وحط جوز الهند عليها والفانيليا واللبن كله في بولة واحدة مع اللبن، ونزل على طول على السميد زي ما انتوا شايفين. شغل الرجاله بقى، انجز واقلب. ماشي يا عم الحاج، اعمل، احنا ورانا حاجه؟ انت صاحب البيت، ما نقدرش نتكلم. انا وبيني وبينكم كنت خايفه صراحه. وبعد كده راح جايب الصينيه زي ما انتوا شايفين. وعم الحاج هنا اهوت نزل لنا بالصينيه بعد ما دهنها، نزل بالخليط بتاعه اهوت في الصينيه هيفرده. وهنعمل دلوقتي السكر يا جماعه. كوباية سكر عليها كوباية ونص مية، متفقين على كده. وطبعا عصرة الليمونة لما بتيجي تغلي. طيب السكر ده بالذات لازم يكون سكر شوية سايل، يعني أول مرة يكون السكر سايل، المرة التانية بيكون السكر تقيل. يعني أنا بحطه تاني فهنا على القاعدة دي يبقى هريسة لازم يكون لها 2 شربات سايل، يبقى السكر خفيف. والمرة التانية برجع تاني ارجعه على النار واتقله. ماشي حبايبي، سلام وخلص الكلام.